زيارة جلالة الملك للإمارات كتبين علاش النظام الجزائري كان باغي يجري على السفير ديال الإمارات في الجزائر، وعلاش كان كيتهموا بأنه جاسوس للمغرب، وعلاش النظام الجزائري راحنا عارفين ديما كيسبق الحاجة قبل ما يضرب ليها الحساب ديالها، وفي الآخر كيرجع يقول اسمحوا لي عافاكم. وداكشي اللي وقع. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هذيك الساعات دار واحد الاعتذار للامارات وسمحوا لينا وراه ماشي ما كانش القصد ديالنا، وقع واحد سوء التفاهم. علاش هادشي كامل احنا غادي نشرحوه، ولكن قبل بغيتك تكونسونطرا معايا، تنسى هادشي هذا ديال المغرب والامارات وحكا راه باغيين نشوفوا باغيين ندخلوا لكم لبلادكم وباغيين حكا ما عرف شنو غادي نديروا الجزائر والمؤامره على الجزائر داكشي كامل اللي كيعاود لك الاعلام الجزائري والنظام. نساه، ركز معايا في هذا الفيديو هذا، ركز معايا في هادشي اللي كتشوف دابا، خوي راسك وشوف شنو كيبان لك. هذاك الشيء علاش بغينا نهضروا على هاد البنيه التحتيه اللي كتبان لك، على هاد الفخامه هذه اللي كتبان لك. هذا بلد ديال البترول، هنا فاش كتقول هذا واحد البلد عنده ثروات كتبان عليه، هو هذا بلد غاز وبترول باين عليه. هنا فين كيبان الفرق ما بين الناس اللي عندهم بصح ثروات بحال الغاز والبترول وناس اللي عندهم غاز وبترول وما باينش عليهم. تفهمنا؟ نسى عليك داك الخزعبلات اللي كيقولوا لك وركز في هذه القضيه هذه غادي تفهم شنو واقع. حيت فاش جا ولي العهد السعودي شنو قال ديك المره؟ كان في داك الاستجواب هضروا ليه على الدول النفطيه عندهم فلوس، قال لهم لا، راه ماشي اي دوله نفطيه عندها الفلوس، راه كاينين دول نفطيه فقيره. وبالدليل شكون عطى العراق اللي عندها مشاكل سياسيه، ما عندها استقرار سياسي، شحال هادي وهي كتقاتل. وشكون الدوله الثانيه؟ الجزائر بلد الغاز والبترول اللي عندها مؤهلات اكثر من دول الخليج. بلا ما يجي شي واحد يقول لي لا حكا راه هذيك صغيره، لا حكا هذيك السعوديه كبيره، ولكن عندها، انت عندك بزاف ديال الحوايج اللي تقدر تفوت بهم دول الخليج. ولكن فاش كتشوف دول الخليج وتشوف الجزائر كيبان لك الفرق الكبير، وهذا الشيء هذا اللي بغيتك تركز معاه. سالينا من هذه النقطه هذه. اجي نشوفوا دابا علاش النظام الجزائري كان كيقول بان السفير ما هو الا جاسوس وكاينه مؤامره ما بين المغرب والامارات ضد الجزائر، وشوف بزاف ديال الخزعبلات. ولكن الاساس ديالها فاش تشوف النظام الجزائري كيهضر بحال هكا فهو عصابه البوليزاريو والقضيه ديال الصحراء المغربيه. فاش كيشموا الريحه ديال شي حاجه كيسعروا، ما كيبقاوش يفهموا شنو يقادوا ولا يرتبوا لداكشي اللي غادي يديروا. الدليل هو انهم مع سمعوها حيد لي السفير الاماراتي، وفي الاخر بداو كيطلبوا يزاوقوا صافي خليه سمحوا لينا راه وقع سوء تفاهم. الامارات والمغرب دار اتفاقيات كبيره في هذه الزياره هذه اللي كنشوفوا في هذه الزياره. كنشوفوا بعدا العلاقات القويه ما بين الامارات والمغرب، كنشوفوا الاستقبال الواعر، استقبال فخم اللي داروا جلالة الملك، استقبال الملوك. وشنو كنشوفوا عاوتاني؟ الرؤيه ديال جلالة الملك اللي كتبان دابا في هاد الاتفاقيات هادو. الداخله اللي غادي تولي بوابه افريقيا واللي هضر عليها جلالة الملك في الخطاب ديالو، مشاريع عملاقه كيوجدوا ل 2025 و 2030، استثمارات ضخمه اللي غادي تعود بالنفع على المغرب ان شاء الله، بنيه تحتيه كبيره وضخمه، موانئ كبيره، بزاف ديال الحوايج اللي هادشي هذا هو المشكل الوحيد ديال النظام الجزائري. عارف بان الصحراء المغربيه هاد البنيه التحتيه وهاد التطور اللي فيها غادي تزيد. راه مشينا وريناكم في الواقع، مشيت المدن ديال الصحراء المغربيه وحده بوحده وريتكم هكا، شفتوها مباشره، درت لكم لايفات.
ولكن هادشي اللي كنشوفو دابا غادي تشوفوا واحد الكونتر خطه اللي دار المغرب، حيت المغرب صافي مشى من ديك الشوط الاول ديال الامم المتحده، وكنهضروا دابا ولينا على التنقيب، ولينا على بنيه التحتيه، نقادوا الصحراء المغربيه. سهل الفيلم ديال عصابات البوليساريو. اذا نتلاقاو في فيديو جداد، ولكن ما تنساوش البارطاج. الا عندكم شي حاجه خليوها لينا في لي كومونتير. وانت الا شتي الفيديو من الاول شنو بان لك في هذيك واحد دقيقه اللي قلت لك ركز فيها؟ اش بان لك في بلد الغاز والبترول ديال بصح، الناس اللي كيخدموا بلادهم؟ اذا ما تنساوش البارطاج، الراي ديالك، ونتلاقاو في فيديو جديد. تهلاو.